حبايبي الحلوين، ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير دايما. وصفتنا النهارده وصفة لذيذة وطعمها خرافة. هنعمل النهارده مولتو كرواسون. يا سلام بقى لما نفطر بيه مع كوباية نسكافيه او شاي، حاجة كده عظمة بجد. هنعمله بطريقة سهلة وسريعة، مش هياخد مننا وقت خالص. يلا بينا نشوف عملنا ازاي. في البداية هنحتاج كوباية حليب وتكون دافية، نحط عليها معلقة كبيرة خميرة و3 معالق كبار سكر. نقلبهم بقى مع بعض كويس، وننزل عليهم ببيضتين ومعلقة صغيرة فانيليا ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. نقلبهم مع بعض كويس، وبعدين ننزل عليهم ب4 أكواب من الدقيق. أهم حاجة ننخلهم كويس، ونضيف عليهم ربع معلقة صغيرة ملح. نبدأ بقى نلم العجينة بتاعتنا، واخر حاجة هننزل بمعلقتين زبدة يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. نعجنهم بقى كويس مدة ما تقلش عن 10 دقايق. خلصنا بقى خلاص، نغطي عليها ونسيبها بقى تخمر لمدة ساعة. وده شكلها بعد التخمير، تحفة بجد. نبدأ نفضي منها الهواء، وبعدين نرش دقيق ونفرد العجينة بالشكل ده. اهم حاجة نفردها بسمك يكون سنتي بالكتير، عشان مش عايزين العجينة بتاعتنا تكون تخينة. نجيب بقى قطاعة او سكينة ونبدأ نساوي الاطراف بالشكل ده. نقطع بقى العجينة كده، وبعدين نبدأ نعملها مثلثات بالشكل ده. ناخد بقى كل قطعة ونلفها على شكل كرواسون. نحط كل قطعة على ورقة زبدة منفصلة، ونخلص بقى كل الكرواسون ونسيبه يخمر لمدة نص ساعة كمان. شايفين الجمال؟ نجيب بقى قلاية او حلة يكون فيها زيت غزير، وننزل بالكرواسون. اهم حاجة الزيت يكون دافي، ونهدي النار عليه خالص عشان الكرواسون ما ياخدش لون بسرعة ويفضل عجينة من جوه. ونفضل نقلب في الكرواسون لحد ما يستوي وياخد اللون الذهبي الجميل ده. نطلع الكرواسون على مناديل المطبخ ونخلص كل الكمية، ونسيبه بقى يبرد خالص، وبعدين نزينه بشوكولاتة بالشكل ده. ممكن على فكرة نسيبه سادة او نحشيه من جوه. شايفين الجمال؟ روعة بجد، وخفيف جدا ومش شارب اي زيت خالص. طعمه تحفة ولذيذ، لازم بجد تجربوه بنفسكم، ان شاء الله يعجبكم قوي. يلا لايك وشير للبوست، ومستنية تعليقاتكم وتطبيقاتكم الجميلة، وبألف هنا وشفا مقدما على قلوبكم.